مني. ولو انه عتاب 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 لا تحرمني، ابعت لي جواب، ابعت لي جواب، ابعت لي جواب 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 وطمني. يعني الايام والذكريات الحلوه مع الفنان وعازف العود محمد عيتاني. اهلا وسهلا فيك محمد، اضحى مبارك ينعاد عليك. لك اضحى مبارك على لبنان والجميع يا رب. محمد هيك بس نرجع لورا، يعني رافقتني بعده سنوات خلال شهر رمضان المبارك على شاشه تلفزيون مستقبل. صحيح. وطبعا كنت دائما ضيف دائم للبرنامج وموجود معنا خلال الحلقات الرمضانيه. يعني خلينا بالبدايات هيك نحكي اول شيء عن روح العيد، روح عيد الأضحى بصيدا، بمنطقة الجنوب، بالجية، بكل هيك اللي عايشته ببيروت كمان. شوف، العيد هو شغله كتير حلوة وكبيرة، وخاصة انها بتعلق بذاكرة كل حدا. نحن وصغار العيد هو زيارات القرايب والأهل، العيد هو نلبس ثياب جديدة، نخليها للعيد، نجهزها، يعني نكويها ونحضرها وتكون هيك جديده كلها مثل الفل. العيد هو نحن وصغار عم بحكي طبعا انه مراجيح وظهرات وفرقاع وناكل برا. العيد هو لعب. بعده هالعيد هيك؟ والله هو خف صراحه، ما بعرف هي العادات ليش هيك او ظروف البلد او يعني القدرات او ازمات اللي عم نمر فيها. لبنان مش عم نقدر نطلع ابدا شو عم بصير، يعني مثل الواحد عم بيضل يتفركش ما بيعرف كيف. محمد كيف بلشت مع الموسيقى؟ انا الموسيقى عندي اياها، شوف يعني تجري بدمي مثل ما بيقولوا. بلشت فيها اني انا اعزف ايقاع زمان، احب الطبل كثير، وتعرفت على استاذ خالد عبد الباقي الله يرحمه، هو استاذي وكان عضو هو زمان يعني بالستينات مع الاستاذ ملحم بركات كمان الله يرحمه الكل. فصار ياخذني معه ويجيبني هيك حفلات سهرات هيك، حدا يعزف معه طبلي، ولد كنت قدامه معه كنت 13 سنه. نعم. بعدين انا حبيته وتبناني مثل ابنه صرت انا. روح واجي انا وياه ونظهر وكذا، وروح معه حفلات وسهرات البيتيه والبرايفت والقعدات. حبيته، صرت هيك يعني تشربت منه هالفكره هاي، وصرت احب العود وعلمني، ودخلت استوديو الفن وبلشت. صحيح. درست موسيقى؟ درست عنده، هو مرني وعلمني كل شيء، هو كل شيء من الالف للياء. نعم. تعاملت مع العود بكل مراحل حياتك كصديق. صح. حتى وصلت لانه عملت عود خاص بمحمد عيتاني اللي هو هلا عم نشوفه. هيدا سامبل منه. خبرنا هي عن هالفكره بالتحديد، كيف بلشت وين وصلت هلا وصار هلا معتمد مثل ما اكيد حيصير معتمد ان شاء الله لكل البروفيشنال والفنانين والنجوم. هذا العود مميز، شيء جديد، فكره جديده، تميز بالسهره الواحد بده يكون، لانه شكل جيتار وهو صوت عود. يعني لكل هالجيل الجديد اللي بيخافوا من العود والإبة هاي تبعته اللي من وراء او صوت العود، او طلعوا العود انه قديم كتير وهن ستايلش وكذا، عرفت كيف، وشباب وصبايا هيك بيحملوه برقبتهم وبيغنوا فيه على الواقف مثل الجيتار كمان. انا حسيته صار بيشبه الجيتار. هل بعده محافظ على نفس نغمه العود؟ هي ذاتها صوت عود 100%، ولكن شكل جيتار. عندي شكلين، شكل هذا الكلاسيكي وشكل الالكتريكي. طيب شو اللي كان قبل لكان حتى عملوا له هيدي القبه من ورا؟ يعني شو اللي اختلف هلا؟ هو هيدا هيك شكله من زمان. نعم. تقليدي، وعلى المسارح هيدا خزان الصوت بيدفع الصوت اكثر. نعم. لقدامه. هلا صار في ميكروفونات وصار في الكتريك وصار وتقنيات حتى من دون ميكرو صوته جدا قوي. يعني انا هيدا بيكون في بالسهره مثلا 30 شخص بيسمعون من دون ميكرو. نعم. فكتير اشتغلت على والا الفكره عندي من سنه من هذيك الايام، من سنه 2009. انا الي حلقات معكم مصوره، كنت جايب جيتار قصص الزندو واشتغلت عليه كان وقتها بحلقه توني حنا. نعم. عادي جيتار عادي. هلا ما حدا انتبه انا شو عامل، بيعرفوا انه انا بدق جيتار. نعم. انا جايب بدق عود، انا جايب جيتار معي على الحلقه وعم غني انا وياه طال السهر وهيك. نعم. بشكل جيتار عادي. ايوه. عرفت كيف؟ صحيح. بس جايب كان صوت العود 50%. نعم. الموضوع كله، فانا اشتغلت عليه من هيديك الايام لهلا لحتى صار جاب الصوت 100%. ايوه. لمين بتسمع من العمالقه محمد؟
بسمع لها كثير صراحه استاذ. هلا هالايام هاي جورج وسوف، بسمع وائل كفوري، طبعا مع حفظ الالقاب الاساتذه، بسمع للاستاذ الكبير الله يرحمه ملحم بركات. نعم. وليد توفيق عنده اشياء كثير حلوه قديمه عندي، يعني حلوه بحبها بالافلام غناها، يعني بدنا نسمع شيء منك عزفا وغناء. طال السهر وليالي العيد، نامت عكتف وغنانينا، يا رايحين بعيد بعيد ابقوا اذكروا ليالينا. طال السهر وليالي العيد، نامت عكتف وغنانينا، يا رايحين بعيد بعيد ابقوا اذكروا ليالينا. دق القمر على باب الدار، طلوا علينا الحبايب، ويا رايحين كبار صغار تبقوا اذكروا ليالينا. طال السهر وليالي العيد، نامت عكتف وغنانينا، يا رايحين بعيد بعيد تبقوا اذكروا ليالينا. قديش صعب الفن والاستمرارية؟ قديش صعب الواحد يعمل أغاني خاصة ويسوق لها هالأيام بظل عم نمرق فيه؟ طبعا هو صعب، يعني شوف ممكن الواحد ينجح، بس الاستمرارية هي هون الصعبة. الواحد يحافظ على سنوات طويلة من النجاح. نعم. والاستمرارية هون الصعب. نعم فعلا. يعني هلا في نجوم أنا بحبها، فيني يعني أقول عنها بكل صراحة. نعم. إلا من سنة ال85 لهلا نجوم صف أول. نعم. مثل السوبر ستار رغب عليمي، مثل عمرو دياب. نعم. يعني هوري من ال 84 85 لهلا صف اول بلا منافس. عم بيشتغلوا بطريقه، عم يشتغلوا على حالهم، على اللوك، على الموسيقى، على الكلمه، على اللحن. نعم. على الفيديو كليب، على العمل، كل شيء توب. انا بالاخر بدي اقول لك مبروك على هالانجاز اللي عملته حضرتك، هالعود اللي سميته جود. صح. هو يعني ان شاء الله كمان دائما لقدام بكل شيء بتعمله، انك تستاهل محمد. هيك رجعتني قصص حلوه لورا. بدي اختم انا وياك بكمان اغنيه ومن بعدها بنطلع دغري بريك. على راسي. توبة 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 إن كنت أحبك تاني توبة. بس قابلني مرة وتبقى دي آخر نوبة، وبعدها توبة. توبة توبة إن كنت أخصمك وارجع صلحك تاني. يا ما البعد ثاني ويا ما الغرب ضناني، ونفطفك يوم بمنامي وجه صحاني، برضو اطوعك بس هي نوبة، وبعدها توبة. توبة. يعني رجعتني لورا ما بدي اطلع بريك. بدي احكي لهيك القعدات والجلسات اللي كنا نقعدها. بالفعل محمد القعده معك ما بينشبع منا، بعد رح يكون عندنا ان شاء الله لقدام لقاءات ثانيه. كمان بذكر انه حضر جولتك بلبنان بكل المناطق اللبنانيه والدول العربيه ودول برا طبعا اللي بيدعوك لهالحفلات الخاصه. بدي اتمنى لك التوفيق فيها. واللي بحب يتواصل مع محمد طبعا على السوشيال ميديا وعلى رقمه الخاص. بسطت فيك قد الدنيا محمد. ثانك يو حبيبي. ثانك يو ونعاد عليك. ميرسي وعليك وعلى الجميع.